محكمة. تمام. كله تمام يعني هنبدأ الحلقة. تمام. مين اللي معانا الضيف النهارده؟ برضك من محافظات مصر؟ في ايه يا جماعة؟ مفيش حد من العالم العربي؟ ده احنا برنامج مشهور جدا. احنا ما عندناش قلة تحيز في البرنامج. البرنامج دوت معمول لكل العالم العربي. طيب تمام. يعني الضيف وصل دلوقتي من اسكندرية؟ طب كويس، من محافظتي. طيب تمام. طيب يا جماعة يعني وجبوا مع الضيف كده وقدموا له أي حاجة. طيب اتفضلوا بقى اعملوا واجب ضيافة مع الضيفة. ماشي؟ قدموا لها كده حاجة ساقعة، عصير، عشان ما يقولوش علينا بخلة. الله، لازم كده الضيوف اللي يجولنا لازم نكرمهم لحد هما ما يزهقوا من الكرم ده. أصل احنا كرمة قوي. والله احنا كرمة قوي. اللي هيجي عندنا البرنامج هنكرموه آخر كرم. خلي بالكوا بقى. حشرة بقى بق سهلا عملنا تضيفوا الضيف ونرجع لكم تاني نرحب بيه. بعد ما شربنا بقى بق السحلب نبدأ نرحب بالضيفة اللي معانا. طبعا الضيف اللي معانا مين؟ قناة بيتك أحلى بلمسة بسيطة. أهلا وسهلا، الضيفة جاهزة؟ أهلا وسهلا يا أم كريم، شرفتي البرنامج. أهلا وسهلا بيكي. أول سؤال في البرنامج يا أم كريم، اسمك وسنك وبتشتغلي إيه؟ وليه فتحتي قناة؟ جاوبي على المحكمة حالا. اهلا بك يا امي، شكرا ان انت استضفتيني في برنامج محكمه، ويا رب الاسئله تكون سهله وبسيطه. أنا أم كريم، اسمي الحقيقي عزة، الشهرة زوزة، يعني علشان الإفيه بتاعي يا سلام عليك يا زوزة. صاحبة قناة بيتك أحلى بلمسة بسيطة. سني يعني بقى شوفوا بقى، أنا عشت كتير قوي احسبوها زي ما تدوها، يعني قولي 100 سنة كده ماشي. فتحت القناة علشان أفيد أول حاجة الناس، تاني حاجة أنا بعمل ابتكارات كويسة جدا، يعني أنا مبتكرة، مش هقول لكم مخترعة، بس أنا مبتكرة، يعني بعمل أشغال يدوية، ما بقلدش حد، ما بحبش التقليد أصلا. وبعدين القناة فتحتها لما لقيت حاجات كتيرة، قنوات كتيرة بتعمل شبه بعضه، كله عمال يعمل شبه بعض، فأنا قررت قلت أفتح القناة أفيد الناس بحاجات جديدة بقى وأدلعهم كده، لأن أنا بحب التجديد وبحب التغيير وبحب البساطة، وما بعملش حاجة مكلفة خالص. يعني على قد ما تقدري لو انت صاحبة قناة تحاولي تخلي الفانز بتوعك ما يتعبوش، يعني تجهدون بالمصروفات. الاتهام الأول، جاهزة يا أم كريم؟ يلا بينا. أنت متهمة. متهمة. مستغربة صح؟ لأنك من القنوات القلائل اللي ما بيجيلهاش تعليقات سلبية كتير. نمسك الخشب. نمسك الخشب عشان أم كريم ما بيجيلهاش تعليقات سلبية كتير. ماشي؟ يلا بينا. أنت بقى النهاردة متهمة في برنامج محكمة. متهمة. تعالوا نعرف الاتهام. هنعرفه حالا. انت بتمسحي التعليقات اللي بتجيلك يا ام كريم. بتمسحي التعليقات اللي هما بيكتبولك فيها تبادل اشتراك، تعالوا اشتركوا عندي، اشربوا الشاي، يجي كده اكتر من 1,000,000 تعليق. ايوه بتمسحيهم، بتفضلي كل شويه تمسحي كل شويه. ليه بتمسحي التعليقات دي؟ عايزين نفهم حالا. اتفضلي. هقول لك ليه انا بمسح الكومنتات. اصلا اللي بتدخل القناه، اللي بتدخل وتكتب الكومنتات، بتكتب الكومنتات كلها كوبي، يعني الكلام كله شبه بعضه، وده غلط اصلا في اليوتيوب. المفروض القناه تدخل تقول تتكلم صاحبه القناه على شغلها، تقول لها جميل حلو، تسلم ايديكي، حاجه كده، لكن ما تدخليش تقولها انا جيت لك يلا تعالي لي. ايه ده؟ انت كده بتبوظي القناه، اصلا غلط في اليوتيوب. ممكن اليوتيوب يقفل القناه بسبب الكومنتات اللي بتبقى مكرره دي. انت تدخلي ولا شغلك جميل، انا هشوف كومنت بتاعك هدخل لك من غير انت ما تقولي. لكن للاسف في قنوات بتضل القنوات وبتقول لها روحي ادخلي كل القنوات، ادخلي القنوات الكبيره واكتبي عندهم اشتركوا عندي، انا اشتركت ومردوده. كل الكلام ده غلط، كل الكلام ده غلط. فبضطر ان انا امسح الكومنتات حفاظا على قناتي وعلى قناتهم، وهم مش عارفين كده. المفروض هم يكونوا مدركين ان ده خطر كبير قوي جسيم بيعملوه. بس لو انتوا شايفين ان انا متهمه، انتوا حرين. في سؤال بقى او اتهام عايزه اوجههولك بناء
قوي بصراحة. انت متهمة ان في قناة كبيرة انت طلبتي منها دعم. ايوه اعترفي، طلبتي منها دعم بس للأسف ما دعمتكيش. ويا ترى لما ما دعمتكيش عملتي ايه؟ طلعتي شتمتيها وعملتي فيديو ودعيتي على اولادها وقلتي ان دي القناة دي ما دعمتنيش، ولا عملتي ايه؟ جاوبينا بسرعة عشان عايزين نعرف يا ترى انت عملتي زي اللي عمالين يعملوا على اليوتيوب، اي حد ما دعمهمش يطلعوا يشتموه ويدعوا على اولاده ويعملوا حاجات فرقعات فظيعة جدا. عايزين نعرف ايه اللي حصل معاكي ويا ترى عملتي ايه، ماشي؟ عشان احنا المحكمة لازم نعرف كل حاجة. طلبت من قناة كبيرة فعلا، ودخلت لها وقلت لها انا من متابعينك وعملت قناة واتمنى ان انت يعني تدعميني وكده، انا شغلي كويس يعني الحمد لله، محتواي كويس. لقيتها ولا بصت في الكومنت بتاعي ولا عبرتني ولا كأني موجودة في الوجود خالص خالص. هعمل لها ايه؟ ولا اتكلمت عنها في فيديوهاتي ولا قلت لها اي حاجة الا في موقف حصل وكانت بتتكلم على تعب او حاجة كده معينة. دخلت قلت لها على الرغم من التعب اللي انت فيه ده انا اكتر منك في كذا وكذا وما قلتلكيش، بس طلبت منك دعم وانت ما عبرتنيش خالص خالص. لقيتها ارضاء ليا راحت داخله عندي على القناه ولقيتها دخلت في فيديو في رمضان وكتبت لي تسلم ايديك يا حبيبتي. قلت لها تسلم بس، لكن ما اتكلمتش عنها في اي حاجه، وانا عمري ما نتكلم لان الكبير كبير بافعاله. مش معنى ان انت كبير ان انت قناه كبيره وخلاص، لا، الكبير بيحتوي الكل والحمد لله. طيب يا ام كريم، عايزين نسألك بقى سؤال في الصميم. عايزين نعرف ايه الصعوبات اللي قابلتك في القناة، لان ناس كتيرة اكيد واجهتهم صعوبات بالذات في حساب ادسنس والقبض. عايزين نعرف قبضتي امتى؟ انت شايفة اللي بيحصل على اليوتيوب وفيه ارباح مهولة، مليونات والافات، يا رب وعدنا يا رب. عايزين نعرف بقى يا ترى قبضتي امتى وازاي بتقبضي، ويا ترى القبض بيبقى ازاي؟ عن طريق نسبة المشاهدات ولا ايه بالظبط؟ عايزين نعرف بسرعة يا ام كريم، كلنا عايزين نقبض بقى. انا عن نفسي ما قبضتش وبيتهموني ان انا بقبض. اتمنى تردي علينا عشان منك نستفيد. يلا يا ام كريم، عايزين نعرف حالا بتقبضي بتقبضي؟ يلا جاوبي عشان كل القنوات الكبيرة بتقبض على قلبها قد كده. مش هي دي الاشاعات اللي طالعة؟ جاوبينا حالا، مستنية ايه؟ يلا بسرعة. طبعا اللي قابلتني المشكله اللي قابلتني هي البنك كود، ما كنتش عارفه اعمله ازاي. لقيت صديقه ليا في قناه يعني حبيبتي وصديقتي مغربيه، قالت لي عزه انا البنك كود بيجي عن طريق رساله بريديه. فطبعا انا ما جاليش رساله بريديه، فكلمت صديقه ليا كانت معايا برضو زميلتي، بس هي دلوقتي وصلت وخدت الدرع، عقبالنا يا رب وعقبالكم. قالت لي يا بنتي هكلم لك صاحبتي برضو ونعرفوا ايه المشكله. فلما عرفت ان انا ما وصلنيش البنك كود قالت لي بسرعه بلغيهم ان ما وصلكيش البنك كود واعملي طلب وابعتي بصوره البطاقه بالعنوان مظبوط بالظبط، وان شاء الله ايه ربنا ييسر الامور. بعد ما بعت لهم الحاجات دي لقيتهم بعتوا لي قالوا لي خلاص احنا اتاكدنا من عنوانك وصحه البطاقه. بعتوا لي بعدها ب3 ايام قبضت. انا قبضت بعد ما فتحت القناه ب6 شهور، عقبالكم يا رب كده. القبض على المشاهدات، القبض على المشاهدات على الدقائق مش على المشاهدات. يعني انت لو على الفيديو عامل 1000 مشاهده وعامل الدقائق بتاعته دقيقه مش هتقبضي الا سنت او سنتين، ما فيهوش قبض. ده القبض لما بتعملي $100. فشوفي بقى تكملي ال $100 كل شهر بتاخديه وما كملتهمش ما بتاخديش بس. ايوه يا ابني. طيب تمام، اظبط بقى التكييف عشان الجو ساقع جدا. يلا نخش بالسؤال الرابع، ماشي؟ طيب يلا بينا. اكرمتوا الضيفة ولا ايه؟ مش عايزين نطلع بصورة وحشة، احنا برنامج محترم. العالم العربي كله بيتابعنا، احنا مشهورين جدا حتى في العالم الغربي. امال ايه؟ اوعى يا ابني احنا مشهورين. يلا بينا. ام كريم، المحكمة هنا عايزة تسألك سؤال، جاهزة؟ ايه السبب يا ام كريم انك مش بتنزلي اكلات؟ ليه يعني؟ ليه مش بتنزلي اكلات؟ عايزين نشوف طبخك يا ام كريم. الله. طيب وعلى طول بتنزلي لنا
بنزلش الاكلات، اصل في مره كنت في رمضان وبعدين كنت داخله المطبخ اعمل اكل، فقلت اما ابص كده اشوف زمايلنا في القنوات الناس بتتكلم ايه عن الاكل بتاعهم، يعني بيمدحوا ولا بيشتكوا ولا ايه. فانت طبعا لازم تشوفي ايه الجمهور اللي حواليكي ايه رايه، يعني مش شرط تشوفي قناتك وبس، لازم تشوفي الجمهور اللي حواليكي بيقول ايه. فلقيت واحده بتقول حرام عليكم وحسبي الله ونعم الوكيل فيكم، عمالين تنزلوا الرومي والبط والوز والمحمر والمشمر، وفي ناس مش لاقيه تاكل، ده في ناس مش لاقيه، ناس تحت الارض مش لاقيين ياكلوا، وبالاخص يعني الدول المجاوره والمجاعات والحاجات دي. فقلبي وجعني، فانا بصراحه خفت حاجه كده خلتني منحت نعمل الاكل، فاتجهت للاشغال اليدويه ومنحت بطلت اعمل الاكل. فبس هو ده اللي زعلني ومنعني ان انا اعمل الاكل. واتمنى من كل قناه ان هي تقتصد في الاكل والمشتريات والحاجات دي، حتى كنت بعمل مشتريات بطلت مراعاه لظروف الناس. يا جماعه اتقوا الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. وبكده أكون خلصت كل الأسئلة والاتهامات لقناة بيتك أحلى بلمسة بسيطة مع أم كريم. آخر رسالة يا أم كريم هتوجهيها لكل القنوات الحالية والمبتدئة هتقولي لهم إيه؟ بما إنك بسم الله ما شاء الله قناة بردك يعني كبيرة وليها وضعها، اتفضلي طبعا منك نستفيد. اقول لهم ما يستعجلوش، يعملوا محتوى كويس، مش ضروري يعتمدوا على القنوات ان هي تدعمهم ولا الكلام ده. اولا الدعم هيدخلك ايه؟ 10 مشتركين، 20، 100، حبيبتي اعملي شغلك انت باجتهادك ان شاء الله توصلي، وما تستعجليش على اي حاجه. انا بقالي سنه ونص في اليوتيوب والحمد لله وصلت اللي وصلت له ده بمجهودي. ولو كانت الناس لها اذواق كويسه يعني، بس الاذواق بتختلف، الناس دلوقتي بتدور على التفاهات وبتجري عليها، ما بتخشش على المضمون الكويس. وفي النهايه بشكرك يا ايمي يا حبيبتي، متشكره جدا. انتوا برنامج محكمه، طبعا البرنامج في منتهى الروعه وفي منتهى الجمال، بيطلع السلبيات وبيوريكم السلبيات وبيوريكم الايجابيات. اتمنى ان انتوا يا رب تكونوا دايما تاخدوا الايجابيات وترموا السلبيات دي على جنب. وما تنسوش تشتركوا في قناه ايمي، فعلوا لها الجرس. ايمي تستاهل، المحكمه بتاعتها جميله جدا، شغلها جميل جدا، قناتها من اجمل القنوات، بس للاسف مش واخده حقها كويس. وانا مش بقول كده بطبل ولا الكلام ده، انا بقول وانتوا عارفين ام كريم. انا عايزه بقى جيش ام كريم، جيش بيتك احلى ينقض على الفيديو ده ويعمل لنا لايكات كتيره كده عايزين نوصله لاعلى لايكات. وفي الاخر بشكر البرنامج محكمه، وان شاء الله يا رب دايما كده نبقوا مع بعض وتستضيفيني تاني يا ايمي. باي باي. وكده